يمكن لما أقولك كلمة جاسوس أو عميل سري أول ناس هتيجي في دماغك رأفت الهجان أو جيمس بوند وغيرهم، لكن في الأغلب بتبقى قصص لشخصيات خيالية، ونادرا لما يجي في دماغك عميل سري حقيقي. لكن أنا النهاردة جاي أكلمكم عن واحد من اللي كانوا في أرض الواقع واللي كان كمان من أكترهم خطورة، وهو كيم فيلبي. فيلا بينا نبتدي حكايتنا عن كيم فيلبي اللي كان واحد من أخطر رجال السياسة في القرن العشرين. الموضوع كله بيبتدي سنة 1912 تحديدا يوم 1 يناير، وده يوم ميلاد كيم فيلبي واللي اسمه الحقيقي هارولد أدريان راسل، لكن اسم الشهرة كيم فيلبي. كيم اتولد في الهند أيام ما كانت لسه تحت الاستعمار الإنجليزي، وكان أدريان أبو كيم ضابط مخلص في الجيش البريطاني، وبعد كده بقى دبلوماسي واشتغل في شبه الجزيرة العربية، وتأثر وقتها بالثقافة العربية واعتنق الإسلام وسمى نفسه الشيخ عبد الله، وكان ليه دور مهم جدا في الثورة العربية، وكان ليه دور كبير كمان في العلاقات بين المملكة السعودية وبريطانيا، لأنه اشتغل كمستشار للملك عبد العزيز آل سعود، فكان شخص لا يستهان به. المهم نرجع تاني لكيم اللي ابتدى يكبر ودرس في مدارس مختلفة، وكان أحيانا من الوقت للتاني بيقضي وقت مع البدو في صحراء المملكة العربية السعودية، لحد ما جاله منحة دراسية في جامعة كامبريدج. ودرس كيم في كامبريدج التاريخ والاقتصاد، وخلال دراسته هناك اتعرض لأفكار شيوعية وبدأ يشارك في الأنشطة السياسية اللي ساهمت في تشكيل توجهاته، وتخرج سنة 1933. بعد ما اتخرج كيم من الكلية، صديقه موريس دوب أخده وخلاه يقدم في الاتحاد العالمي لإغاثة ضحايا الفاشية الألمانية في باريس، والفاشية دي كانت تيار سياسي في الفترة دي، وكان تيار متطرف بشدة، فكان ليه ضحايا كتير جدا. المهم إن أثناء شغل كيم في المنظمة دي راح لفيينا في واحدة من مهماته، وفي الوقت ده قابل واحدة اسمها ليزي فريدمان، وهي شيوعية من النمسا وليها أصول يهودية مجرية. وكيم أعجب جدا بأفكار ليزي وقناعاتها، وده لأنها كانت واثقة جدا في نفسها وفي كل اللي بتعمله. وكمل كيم شغله، وكان بيتنقل بين مدينة فيينا وبراغ كتير، وبيساعد الناس هناك. وفي سنة 1934 اتجوز كيم من ليزي، ورجعوا ساعتها لبريطانيا سوا. وقتها تم إرسال شخص من الاتحاد السوفيتي اسمه أرنولد دويتش، والشخص ده كان هدفه إنه يجند أهم الطلاب في الجامعات البريطانية بحيث يكون ولائهم للاتحاد السوفيتي. وجات له معلومات عن كيم وفعلا وصل له وقدر إنه يجنده، وبقى كيم جزء من مجموعة معروفة اسمها كامبريدج 5. ودلوقتي كيم بقى شيوعي وتابع لأجهزة الاستخبارات السوفيتية، وكان عنده مهارات تحليلية عالية جدا، وعرف يختار لحظات حاسمة عشان ينقل معلوماته. وكمل كيم حياته في بريطانيا فترة، وتحديدا في لندن، وكان شغال صحفي وبيكتب مقالات في مختلف المجالات في الوقت ده. وكان بيحاول انه يختار الاماكن اللي بيشتغل فيها بدقة، يعني كان بيختار المجالات الوسطية اللي مش بتعارض ومش بيبين معتقداته الشيوعية او ولاءه لدولة تانية. وفي خلال عمله كصحفي كان ليه دور مهم في انه يرجع العلاقات اللي ما كانتش قوية قوي في الوقت ده بين بريطانيا وألمانيا، وكان بيروح برلين كتير عشان يقدر يرجع العلاقات دي. بعد كده راح في مهمات في أسبانيا، وتحديدا سنة 1937 كان برضه هناك شغال كصحفي ومراسل، وده كان السبب المعلن من رحلته لهناك. لكن في الحقيقة هو كان بيجمع بعض المعلومات للاستخبارات السوفيتية، وبيتجسس على الثوار لصالح الجمهوريين. وفي الوقت ده ابتدت الاستخبارات البريطانية تحط عينها عليه عشان كانوا عايزينه يشتغل معاهم. لكن كيم في أسبانيا ما كانتش حياته سهلة أبدا، وده بسبب ان الوضع في اسبانيا في الوقت ده ما كانش مستقر، وكان في صراعات كتير بسبب الحرب الاهليه اللي كانت بتحصل هناك في الوقت ده، لدرجه ان في ديسمبر من نفس السنه كان راكب العربيه مع 4 مراسلين من وكالات اخباريه متعدده، وكان في معركه ساعتها اسمها معركه تيريول. ففي قذيفه تم اطلاقها وجت في العربيه اللي كيم كان راكبها، ومات واحد من المراسلين، والاتنين التانيين كان عندهم اصابات خطيره وفي النهايه ماتوا بسببها. لكن كيم وقتها اتصاب اصابات خفيفه وقدر انه ينجو من الحادثه دي. وزي ما قلنا ان كيم في الوقت ده ابتدى يبقى محط للأنظار. وفي سنة 1938 كان في ضابط سابق في المخابرات السوفيتية وكان شغال في باريس واسمه والتر كريفاتسكي. قرر وقتها الانشقاق عن المخابرات وسافر لأمريكا، ونشر رواية عن كل اللي يعرفه عن المخابرات السوفيتية، وراح وقف قدام لجنة في مجلس النواب الأمريكي واتكلم عن عمليات التجسس اللي كان بيعملها السوفيات داخل أمريكا. ووسط الكلام اتكلم عن ان في 2 من رجالة المخابرات السوفيتية اخترقوا وزارة الخارجية البريطانية وبقوا جواسيس فيها، وان في راجل تالت برضه تبع المخابرات السوفيتية شغال في بريطانيا ولكن كصحفي، وكان ليه دور في الحرب الأهلية الأسبانية، وطبعا هو يقصد كيم. لكن الموضوع عدى وقتها ومحدش اتكلم مع كيم ولا توجه له أي اتهامات.
لكن في النهاية لقوا جثة والتر مقتول في غرفة الفندق اللي كان قاعد فيه في واشنطن بعد التصريح ده بسنة تقريبا. وكمل كام شغله عادي كمراسل صحفي، وكمان بقى شغال في مجلة التايمز، والدنيا كانت تمام. لكنه طلق مراته، ومع ذلك فضلوا أصحاب لفترة من الزمن لحد يوليو من سنة 1939 رجع كام لمقر التايمز في لندن، وبعدها بشهرين على طول أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا. وقتها فقد كام الاتصال بالجهات اللي شغال معاها من السوفيات، وابتدى ما يروحش الاجتماعات، والدنيا كانت ملخبطة جدا. وكان المفروض انه بيغطي الأحداث اللي بتحصل في الحرب دي من جهة الجيش البريطاني. وفي سنة 1940 تم تجنيد كام في فريق MI6، وده كان جهاز سري بريطاني وقتها هدفه جمع المعلومات الاستخباراتية والتجسس على الأنشطة الأجنبية وخاصة الألمان. وخلال الحربين العالميتين اتوسعت مهام الجهاز بشكل أكبر، وكان له دور كبير خلال الحرب الباردة، وتم الاعتراف بيه رسميا كجهاز استخبارات سنة 1994. المهم نرجع لقصتنا. وكان الغريب في موضوع تجنيد كام وقتها انه ما اتعملش عنه تحريات كتير ولا اي حاجة، وكان تجنيده سهل بالنسبة لمكان حيوي وحساس زي الاستخبارات البريطانية. بعد ما اشتغل كام في MI6 كان شغله كصحفي طبعا غطى لشغله التاني، وخلاه قادر على الحصول على معلومات سرية جدا عن العمليات الاستخباراتية البريطانية، وكان مسؤول عن ملف كبير خاص بالاتحاد السوفيتي، وده خلاه يقدر ينقل معلومات حساسة عن أنشطة المخابرات. وبكده كان بقى عميل مزدوج لبريطانيا وكمان للاتحاد السوفيتي. لكنه ما قضاش وقت كبير قوي في المنظمة السرية دي، وبعد كده اشتغل كمدرب في الدعاية السرية في المدرسة النهائية لعملاء الجهاز في مقر مملوك للورد مونتاجو في بوليو. فدلوقتي كام مش بقى بس تبع الاستخبارات البريطانية، لا ده هو اللي بيدرب العملاء الجدد في الاستخبارات. فطبعا الوضع ابتدى يكبر وما كانش عاجب الناس في الاتحاد السوفيتي، وطلبوا من كام انه يبعت لهم اسامي الناس اللي هو بيجندهم، لكنه رفض. لكن ده ما يمنعش ان من اول ما اتجند كام في الاستخبارات البريطانية انه كان بيدي كل معلومة سرية يعرفها للاستخبارات السوفيتية. وفي خلال الفترة دي ابتدت نفوذ كام في الاستخبارات البريطانية تزيد بشكل كبير جدا، وبقى من اهم رجالة الاستخبارات البريطانية. وفي فبراير سنة 1947 راح كام مع مراته التانية اللي اتجوزها واسمها آيلين فورس لتركيا، وهناك كان رئيس لمكتب الاستخبارات البريطانية اللي موجود في تركيا. لكن طبعا الموضوع ده ما كانش معلن، وكان الهدف المعلن من وصول كام هو انه يكون سكرتير اول في القنصلية البريطانية، وكان ليه ادوار مهمة جدا هناك. لكن مراته آيلين ما كانتش مستحملة الحياة دي، لأن كام كان بيسكر كتير وعلى طول في اكتئاب، فقررت إنها تحقن نفسها بالإنسولين والبول، وبالتالي حصل تشوهات في جلدها، وسافرت لسويسرا عشان تتعالج هناك. وأول ما رجعت لتركيا تاني حصل لها حادثة وهي بتتعامل مع واحد من مواقد الفحم، واتصابت بحروق شديدة ورجعت تاني لسويسرا عشان تتعالج. ومن الواضح إن حياتها ما كانتش سهلة أبدا مع كام، وده بيبين لنا إن حياة كام في الأساس ما كانتش سهلة، وكانت كلها ضغط نفسي وعصبي بسبب الشغل بتاعه. المهم في سبتمبر 1949 راح كام وعيلته لأمريكا، وكان رئيس مكتب المخابرات البريطانية في أمريكا، وكان ليه دور مهم جدا هناك، وكان بيعزز العلاقات بين أمريكا وبريطانيا، وأشرف على العديد من المهمات بين الاستخبارات الأمريكية والبريطانية. لكن الفترة بتاعت كام في أمريكا ما كانتش هادية، وكان بيحصل فيها مشاكل كتير وتسرب معلومات كمان، والوضع كان صعب جدا. وفي الفترة دي وقف كام شغله شوية مع الاتحاد السوفيتي، وبعد فترة اتصلت بيه استخبارات السوفيات مرة تانية، وابتدى يبعت لهم تاني معلومات، لكن المرة دي كانت معلومات سرية ومهمة جدا. كانت المعلومات دي عن الأبحاث النووية اللي بيعملها حلف الناتو، واللي كانت في غاية السرية وناس محدودة اللي تعرف عنها. كمان قدم تسريبات عن الحرب الباردة ومعلومات عن النزاعات بين الغرب والشرق، وساعد السوفيات بشكل كبير في صياغة سياستهم. وفي سنة 1944 سرب كام معلومات عن خطط العمليات العسكرية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، زي تفاصيل عمليات الإنزال في نورماندي. المعلومات دي ساعدت السوفيات في توقع تحركات الحلفاء، وقدم أسماء العديد من العملاء البريطانيين اللي كانوا شغالين في الشرق الأوروبي، وده عرضهم للخطر وأدى لاعتقال عدد منهم. والوضع استمر كده لحد سنة 1951. والوضع مع كام ابتدى يبقى أصعب، لأنه ما بقاش قادر يتحمل الضغط إنه عميل مزدوج، وابتدى يفشل في إنه يبعت المعلومات المهمة للاتحاد السوفيتي، وبقى يعمل أخطاء كبيرة. وكل ده كان بسبب إنه ابتدى يشرب كتير وأكتر من الأول، وبقى على علاقات كتير بسيدات مختلفة. وفي الوقت ده كمان في واحد من الاستخبارات التركية ادى الاستخبارات الأمريكية معلومات بتفيد إن كام شغال لصالح الاتحاد السوفيتي، والمعلومات طبعا وصلت للاستخبارات البريطانية.
ولما رجع كيم لبريطانيا اتعمل معاه تحقيق كبير، وطبعا أنكر كل الكلام ده، وعشان يبين إنه بريء قرر إنه يسيب الاستخبارات ويشتغل شغل تاني مختلف عشان يقدر يعيش. لكن وقتها مناصب كبيرة في الدولة ومنهم رئيس الوزراء في الوقت ده ابتدوا يدافعوا عن كيم، وكانوا شايفين إنه راجل وطني واستحالة يخون بلده، وإنه قدم كتير لبريطانيا. وفي النهاية تمت تبرئته على يد رئيس الوزراء، وطلع في تصريح وقال إنه مش شايف أي سبب يقدر بسببه إنه يقول إن كيم شغال للسوفييت، وإنه راجل بريطاني مخلص لبلده وقدم الكتير ليها. وفعلا بعد تبرئة كيم رجع تاني للاستخبارات. وفي أوائل الستينات أثناء الحرب في فيتنام سرب كيم بعض التقارير اللي كان ليها تأثير على كيفية التعامل مع الحرب في فيتنام، وساعدت وقتها السوفييت على تعزيز دعمهم للحكومة الفيتنامية. وفي سنة 1962 في أزمة الكاريبي كيم كان عنده معلومات عن الاستعدادات البريطانية والردود المحتملة على الأحداث في كوبا، وده ساعد السوفييت في التخطيط لردود فعلهم. لكن الوضع ده ما استمرش كتير. وفي نفس الفترة دي في أوائل الستينات بعد انكشاف بعض عملاء المخابرات المزدوجة تم الاعتراف على كيم واتكشف وقتها، وبدأ الضغط عليه وحس كيم بالخطر. وفي سنة 1963 هرب كيم على لبنان وبعدها على الاتحاد السوفيتي، وكمل باقي حياته في موسكو. حياة كيم في موسكو كانت معقدة شوية، رغم انه كان شخصية بارزة إلا انه عاش حياة منعزلة وكان محاط بالرقابة. السوفييت تقدروه كعميل مهم وتكرم واخد أوسمة كتير على مجهوداته، ولكنه أحيانا كان بيشعر بالندم على بعض اختياراته. وفي مذكراته اللي كتبها واللي عرفنا منها معظم المعلومات دي، فهو كان دايما مفتخر باللي عمله ده، وعمره ما حس انه غلطان لانه خان بريطانيا وطنه الأم، لانه اصلا ما كانش شايفها وطن ليه. وقضى كيم اللي اتبقى من حياته وهو بيكتب مذكراته اللي اتنشرت سنة 1968 تحت اسم حربي الصامتة، لكنها ما اتنشرتش بشكل رسمي في الاتحاد السوفيتي إلا بعد سنة 1980. وكان بيقرأ جريدة التايمز اللي ما كانتش منتشرة قوي في الاتحاد السوفيتي وقتها، وقضى حياته في سلام، لكنه كان محبط لأنه ما كانش متخيل إن حتى في موسكو في ناس بتعاني، وكان شايف إن حياة الناس في موسكو صعبة جدا، لدرجة إن واحدة من زوجاته في الفترة دي واللي كان اسمها روفينا إيفانوفنا اتكلمت عن الموضوع ده، وقالت إن كيم كان محبط جدا وفي حالة اكتئاب شديدة، لدرجة إنه أحيانا كان بيبكي، وفي مرة من المرات حاول إنه ينتحر في الستينات، لكنه فشل وفضل عايش لحد سنة 1988 مات كيم في موسكو بسبب قصور في عضلة القلب، وتعمل له هناك جنازة عسكرية زي الأبطال. وحتى بعد ما مات أخد ميداليات كتير من الاتحاد السوفيتي لأنه كان بيخدم بلاده. ودي كانت نهاية واحد من أخطر العملاء السريين اللي كان شغال لصالح أكتر من بلد، وكان همه الوحيد إنه يساعد الجانب اللي هو شايفه من وجهة نظره ومصلحته معاه. وعلى حسب كلام الخبراء إن لو ما كانش تم كشف كيم على يد العميل المزدوج اللي وقع في إيد الاستخبارات البريطانية، كان كيم هيبقى المرشح الأول إنه يبقى رئيس الاستخبارات البريطانية. والله أعلم بقى لو كان ده حصل كان ممكن يعمل إيه في بريطانيا كلها، لأن ولاؤه الأول والأخير كان للاتحاد السوفيتي، حتى لو في بعض الأوقات ما كانش شغال معاهم أو ما كانش بيديهم معلومات بسبب بعض العراقيل. البعض كان شايف إن كيم خاين، والبعض الآخر كانوا شايفينه بطل بسبب تحديه للنظام الغربي. كمان تسريبات كيم فيلبي كان ليها تأثير طويل المدى على العلاقات الدولية، وأدت لزيادة عدم الثقة بين الدول الغربية وبعضها، وخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وطبعا أثرت على العلاقات بين بريطانيا والسوفييت، وخلت الحكومات تاخد احتياطات أكبر ضد التجسس، لأن كيم كان رمز للخيانة في عيون كتير، خصوصا بعد ما اتضح إن معلوماته كانت سبب في ضياع أرواح جنود ومواطنين كتير. وكمان كان ليها تأثيرات كبيرة على الأمن القومي البريطاني بسبب الخسائر البشرية، وده أدى لتغييرات في كيفية عمل وكالات الاستخبارات وتغيير التكتيكات العسكرية. وبس كده، دي كانت قصة العميل المزدوج كيم فيلبي بشكل مختصر، ووقفنا عند أهم المحطات في حياته. ولو انتوا حابين تعرفوا عنه معلومات أكتر ممكن تقرأوا مذكراته اللي تقريبا بيحكي فيها كل حاجة عن تاريخه في الاستخبارات وكل حاجة حصلت له في حياته في 180 ورقة، وكمان بقى فيه نسخ منها مترجمة باللغة العربية. وبس كده، لو عجبتكم القصة وحابين تسمعوا أكتر عن قصص الجواسيس أو لو حابين نتكلم عن قصة معينة اكتبوها لي في التعليقات، وإن شاء الله هعملها في الفيديوهات الجاية. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشير الفيديو مع أصحابكم اللي ممكن يحبوا المحتوى ده، واستنوني الفيديو الجاي مع قصة جديدة. سلام.